ما يقوله أيضا. السلام عليكم. بس أصحح للأخ للزميل لأن أنا مو خاص. صير إن شاء الله بعد عمر طويل. أريد أن أتكلم عن الأستاذ فهد الأسدي كإنسان، وقبل أن أتكلم أعترف بأني اقترفت ذنبا تجاهه، وأعترف بأنني كنت قليل الوفاء. عرفته جارا ورب أسرة كريمة وأبا حانيا، وعرفته إنسانا بكل معنى الكلمة. كنت كلما التقيته أزداد عنفوانا وأزداد قوة وإصرارا. ترفع عن الغوايات والإغراءات التي علق بشباكها الكثيرين أو كثيرين. نأى بقلمه وبضميره وبعقله بعيدا عن حفر النتانة، اسمحوا لي أقولها. فظل صامتا صامدا، وقد شهدت على ذلك جلساتنا في أماس اتحاد الأدباء العراقيين. كان نقيا، كان مترع الإنسانية، مفعما بحب العراق والعراقيين. كان جنوبيا سومريا أصيلا، فتحية له من الأعماق، وأدعو له بالصحة والعافية، وأرجو أن يجد احتراف في هذا وأن يكون شفيعا لي عند الأستاذ فهد الأسدي. وأشكركم. معكم القاص المبدع محمد يونس. الحقيقة أبدأ من أنه فهد وأسد، فكيف لا تخافه كل السلطة الشاعرة. واضح يا سلام. كتبت كلمة سريعة عن فهد الأسدي خاصا ومبدعا، وأبدأ من سيرورة النص والذات الاجتماعية التي ترتبط بمسألة مهمة جدا متصلة. فكانت الذات الرافضة تقصد صدم الواقع فيما درست الأنا الفاعلة نقديا الواقع الخمسينية، بل هي مرحلة جديدة تخلصت من عبات الواقع وبدأت تهدم عبر مستويات الوعي بالفكرة وقوة التجربة أزاءها ومساحة المخيال. بل فهد الأسدي في طيور السماء مثل لنا نموذجا صدم الواقع، وهو على ابن غريبة لإجبار الواقع أن يغير نفسه. الشخصية من جانب قوة الفعل تمثل إنسان، ومن جانب توظيف هذا الفعل تمثل شخصية الواقع الساكنة في عقلية عددية. وكتأكيد لهذا الجانب له قوة رمزية هائلة تحيي القراءة التفكير بها وتحميلها مستويات تأويلية تحدث التفكير بكيان تتمثل به قوة تعارض عظمى. لو الإنسان واقعيا ما ممكن أن يكون ضد نفسه كليا، ولا يمكن أن يكون
تشابه نفسه كليا، وكادت تلك أن تؤثر على مستويات السرد، لكن القاص المبدع جعلها تسيح داخل حركة النص وكأنها روح النص، فقدم نصا صادما بوعي مختلف وفهم حداثي للقص، وفرض على الموروث ورمزيته لغة قص تجبره سرديا أن يكون حي وفاعل ومتجرد من صفة الأسطرة. السلام عليكم سادة الحضور. الحقيقة هذا النص شعري كتبته عند سماع خبر إصابة الكاتب الرائع القاص الرائع فهد الأسدي سياسات الجلب، فكتبت له في ذيك الفترة لحد الآن طبعا ما نشر، كتبت له راجع من سفر وجبت من صوغات وشايل قلبك التعبان بالجلبة، حسبالك سفرتك تنمسح دمعات وتغير هوا بالفرح تتغطى، مرتين سمعت صوتك توالي الليل ووراها خيمة صنطة، سألت عنك يا بعد روح قالوا صابوا تجلطة، وتذكرت الجبايش والقصب والهور، وتذكرت الجبايش والقصب والهور، وما بين الكتابة ريحة الحنطة، ومن شفتك بسدية ممدد بلا صوت حسيت بأدبنا واقع بورطة، ومن شفت المغذي بساعدك خلوه رجف حتى القلم وتلاشت النفرة. ضمن التغطية الإعلامية التي تقوم بها صحفنا العراقية لنشاطات المنتدى الثقافي الإسلامي، نشرت جريدة الصباح في عددها 146 الصادرة صباح هذا اليوم الخبر التالي: أقام المنتدى الثقافي الإسلامي التابع لحركة العراق الإسلامية احتفالية للشاعر موفق محمد أطلق عليها بيض الوجوه، وهي من الأماسي والاحتفاليات التي من المقرر أن تقام كل اثنين من كل أسبوع، حيث قدم الندوة السيد يوسف المحمداوي مدير المنتدى، ثم يلقى كلمة حية فيها الشاعر مشيدا بمواقفه المشرفة خلال سنوات الحب والوباد. بعدها ألقى ناظم السعود كلمة اللجنة التحضيرية، ثم قدم الأستاذ الروائي طه حامد الشبيب شهادته عن الشاعر، وقدم الشاعر حسين القاصد مجموعة من القصائد، ثم قدم الشاعر المبدع موفق محمد قصائد كثيرة فصحى وشعبي، أهمها